كان الحال بارد بزاف، بحال الشتا باغا طيح. 11:39 دابا، الظلام عافط على الدنيا، غير شي لامبات بعاد اللي مختارقين هاد الوحش. الحس مقطوع، كنسمع غير صوت الريح أو شي طوموبيلات إلا دازو، مربعة يديا ومخشية في مونطويا، بحال إلا كنحمي راسي من اللسعات ديال البرد. قلبي كيضرب بالجهد كتر من القياس. هاد المرة فعلا أنا ديما كنخاف من هاد الوقيتة، ولكن اليوم كان غير. كنت كنحس قلبي غيوقف من الخلعة. بقيت كنردد ما غيطرى والو ان شاء الله، ما غيطرى والو. ومع ذلك داك الخوف غادي وكيكبر. غادا في الشارع وما بقاو ليا الا امتار باش نوصل لمحطة الامان اللي هي دارنا. شويه كنسمع شي ضحكات قريبه باينه ديال شي شماكريه. تخلعت وقررت نبدل الطريق، او لاول مره من نهار خدمت في هاد الخدمه المنحوسه. ما اختاريتش الطريق حيت تخلعت. يشوفوني دزت من واحد الطريق شويه مظلمه، ولكن هي اقرب طريق تقدر توصلني للدار. كنت نتفاداها على قبل داك السقيل اللي ساكنها، ولكن كان كيف كيقولوا للضرورة أحكام. تميت غادا وبقى في نفس الوضعية، مع نلقى راسي أو غير صوت خطواتي اللي كيتسمع، واللي شفت خلاني تسمرت والدم هرب مني. واخا كان ظلام باللامبا اللي كانت بعيدة شوية قدرت تخليني نميز شنو شفت. كان طويل وعامر وهاز جنوية في يدو. ما عرفتش واش نتراجع ونلقى حتفي مع دوك الشماكرية ولا نتقدم او نموت. شديت بلاصة قلبي وزيرت عليها حيت كنت كنحس بيه غيخرج من بلاصتو. من بعد تفكير طويل قررت نرجع. درت باقصى سرعه عندي وجريت. كنجري وكنسمع خطواتو كيجريو ورايا. الشتا كانت كتصب، حجبات عليا الرؤيه شويه. بديت كنسمع خطواتو كتقرب مني. بديت كنغوت وكنبكي، ولكن بحال كاينه غير انا وياه في هاد الدنيا. كيبان ليا الشارع قدامي. حسيت بشويه د الامل انني نقدر نلقى اللي يعاوني، ولكن في لحظه املي تلاشى، حيت حسيت بيه شدني من شعري ولواه في يدو وجرني حتى تحت في الارض. جرني حتى تحت في الارض وبدا كيجر فيا وانا شاده في يدو او كنتعلق فيها باش الالم يكون اخف. كنترجاه يطلقني وكنبكي ونغوت، ولكن هو بحال ما كيسمعنيش. ما قدرتش نشوفه نهائيا من غير واحد الوشم صغير في يدو. بديت كنطلب فيه وكنغوت على حر جهدي، او في لحظه حسيت بضربه قويه في راسي فقدتني الوعي. كنت كنشوف كاع الاحداث اللي وقعوا ليا قبل 45 دقيقه. حليت عينيا، الصوره ما واضحاش مزيان. غمضتهم مزيان وحليتهم وبقيت كنرمشهم. عاد شويه بدات كتوضح. كنسمع صوت الالات ديال المستشفى، او شي فرمليه كتقول: لا لا بنتك فاقت، انا غنمشي نعيط على الطبيب. سرحت عينيا، او بمده ماشي قصيره عرفت راسي بلي راني في السبيطار. تفكرت الحادثه اللي وقعات، قلبي تقبض وبدا كيضرب بحال بلي شفت داك المتوحش. ولكن اشنو طرا؟ ماما جات عندي وباست راسي وشدات يديا وبدات كتضحك. على سلامتك الحبيبه ديالي، باش كتحسي دابا مهمتي؟ غمضت عيني وحليتهم بطريقه كتوحي بلي انا بخير. نيفي فيه الاكسجين ويدي فيه السيروم والخيوطه بزاف، وانا عريانه غير بازار اللي مغطي بيا. شويه جا الطبيب خرج ماما وبدات كيهضر معاها، وانا على شحال عاد كنجاوبو. كنحس بلساني ثقيل وكنحس بلي كلي مطحطحه. سرحت عينيا في الحمي وكنشوف كله كدمات، وعندي عين ما كتبغيش تحل. ما عرفتش وجهي كيف داير، المهم انه كله كيعطيني الصداع. شاف الالات وفحصني، خوا ابره في السيروم وخرج وخلاني. حسيت بلي ما ناعسه الشهر. عينيا كيتلصقوا صافي وداني النعاس. داني النعاس حتى كنحس بيد شداتني من شعري وجراني. تقطعوا لي الخيوطه وبلاصتهم ولاو كلهم دم، وتخبط من فوق الناموسيه ديال المستشفى مع الارض. ودرت كيف الحادثه، تعلقت في اليد باش يخفاف الالم، وبدا كيجرجرني في السبيطار وانا بحال كنغوت وبحال ما كاين حتى واحد. وشفت غير في اليد نفس الوشم. طلق مني، طلقني، اش بغيتي عندي؟ كنغوت وكنتركل شويه حتى تخشات فيا برا وتهدنت. كنت كنحلم، يا ربي شنو طرا فيا؟ ترخيت وعاودت نعست. المهم بقيت شي يومين وانا هكاك، ديما كنشوف نفس الحلم وديك اليد. شكون هو؟ شنو طرا يا ربي؟ دازت الايام اخرى وانا اللي كيجي كنسولو شنو طرا فيا، وكيقولوا لي ما تفكريش في داكشي، ارتاحي دابا ومن بعد غتعرفي. وما فهمتش اللي جا تيبقى في حالتي. حتى من الطواليت حيدوا منها المرايه. جاو عندي البوليس باش يستجوبوا معايا. السلام عليكم، كنتمناو ليك الشفاء العاجل. عندنا ليك شي اسئله وغتجاوبينا عليهم. قلت لهم شنو طرا ليا؟ انا براسي ما عارفه والو. داك المحقق بدا كيشوف صاحبه بتاسف،
ودار عندي وعينيه فيهم الشفقة. قال لي تعرضت للاغتصاب والضرب المبرح، 10 أيام وانتي كوما. أنا ياسمين، 20 سنة، خدامة محاسبة بمرجان، وكانت كتعجبني هاد الخدمة بزاف، وخا ما كنتش محتاجة فلوسها، ولكن بغيت نتلاها فيها. من بعد ما خديت دبلومي في المحاسبة، أو كنت غنخليها بعد 10 أيام، حيت غنتزوج بولد خالي أمين، اللي من نهار عقلت على راسي وحنا مع بعضياتنا. كنبغيه بزاف وحتى هو، وكان ديما مبرزتو وقت اللي كنجي فيه حتى الليل. كان ديما كيلحى عليا باش يولي يجيبني، ولكن حيت راسي قاصح كنت كنرفض، حيت كان كاين ترونسبور. اليوم كان غيكون عرسي، كنت واخيرا غنتجمع بحب حياتي، ولكن داك الوحش الحيوان دمر لي حياتي في رمشة عين. من نهار دخلت للسبيطار ما شفتش امين، عمرو جا شافني. غيكون صافي تخلى عليا؟ ما يمكنش يديرها. مازال هضرتو كتردد في ودني: ياسمين، واخا يوقع اللي وقع، عمري نخليك بوحدك ولا نتخلى عليك. عاودت للبوليس كلشي شنو طرا، والخبر كان صادم. ملي قال لي حنا شديناه واعترف بهادشي اللي دار فيك، وكنتسناوك غير تبراي ان شاء الله وتواجهوا في المحكمة. اخيرا غنشوفو. بغيت نشوف عينيه اللي ما فيهم لا رحمة ولا شفقة. شنو درت ليه؟ اش من ذنب درت ليه باش يطرى ليا هادشي كامل؟ خرجوا البوليس، ودخلت ماما عندي وجلسات حدايا بوجهها مبشوش كيف ديما. قلت لها اسمحي لي يا ماما، ما بقيتش كنشرفك. قالت لي سكتي يا الهبيله، ما تقوليش هكا، انتي فوق راسي، فوق راسي يا بنتي، وهادشي مكتوب عليك الحمد لله. حسيت بالشفقه في عيني الماما، بغيت نشوف وجهي. قلت لماما تعطيني مرايه، وما قبلاتش الا بعد اصرار كبير مني. عطاتها لي. هادي ماشي انا. يا ربي وجهي كيف ولا كله مضروب وزرق، وعندي عين منفوخه وزرقاء، هي اللي ما كتبغيش تحل ليا مزيان. اش هادشي طرا فيا؟ بقى ما قادراش نستوعب. سولت ماما، قلت لها ماما فين هو امين؟ ملي فقت ما شفتو. قالت لي ها، امين؟ امين عنده الخدمه، داكشي علاش ما جاش. ماما مسكينه ما كتعرفش تكذب. قلت لها قولي الصراحه ماما، امين ما بقاش باغيني ياك؟ قالت لي يا بنتي ما ديريش في بالك، صافي ان شاء الله يهنيه، غتلقاي ما احسن منه. قلت لها ما احسن منه بهاد الحاله مغتصبه؟ شكون بقى غيشوف وجهي؟ المهم دوزت 33 يوم والحمد لله رجعت لدارنا. واخا وجهي ما براش مزيان، في العشيه جاني استدعاء للمحكمه. ما عرفتش، ولكن تحمست باش نمشي نشوفه، وحلفت باش ندمر حياته كيف دمر حياتي. الغد ليه مشيت للمحكمه ومشات معايا ماما، حيت ما قدرش نمشي بوحدي. داخله وقلبي كيضرب بالجهد، نفس الاحساس اللي عشتو ملي شفتو هاز الجنويه. عاود حسيتو دابا. جلست انا وماما كنتسناو يعيطوا ليا، وملي عيطوا ليا طلبت ندخل بوحدي. ترددت في الاول، ولكن الكره اللي حسيته من جهته ملي تفكرته قواني. دخلت وانا حاضره راسي وكنعرج برجلي، حيت توعدت فيها حتى هي. وقفت وهزيت راسي نشوف هاد المسخ، ما يمكنش. بقيت حاله فمي وكنشوف فيه، حيت وجهه كيبين باللي عمره يفكر يدير هاد الفعله. ملي شافني غمض عينيه وعد قنانفو، بحال الا بقات فيه الحاله اللي دار فيا. كان كيملك وجه ملائكي لدرجه كنت كنقول للقاضي بلي ماشي هو. كان طويل وعامر بنفس لاطاي ديال هداك المتوحش، ابيض وكتبان فيه البراءه، خصوصا ملي عينيه اللي كانوا مغرغرين وتحت منهم حمر. ولكن الحاجه اللي ثبتات ليا باللي هو، رجعت حيات فيا كل الاوجاع او الاحاسيس ديال الكره. هي الوشمه اللي في يدو، الوشمه اللي كانت في اليد اللي كانت شاداني من شعري ومجرجراني. وقبل ما يبدا يسول القاضي نطق هو: انا باغي نتزوجها سياده القاضي. عيني وساعه وفمي تحل، ودرت شفت فيه، لقيت ملامح وجهه كتوحي بالجديه وما كيضحكش. فجاه حسيت برجليا تقالوا عليا وعينيا باغيين يتسدوا، وما عقلتش على راسي حتى تحت الارض وفقدت الوعي. وليت مشهوره في المستشفيات. هاد المره لقيت راسي متكيه وماما حدايا وعينيها كلهم دموع. ملي حليت عينيا بدات كتضحك وخرجات كتجري، وانا كنحس بالدوخه وراسي ثقيل عليا. بديت كنوض شويه بشويه، حيت لحمي ولا كيضرني بالنعاس. دخل الطبيب عندي مع ماما، وبان ليا في وجهه باللي محبط وجايب معاه اخبار خايبه. قال لي يا لاله ياسمين، خاصك تكوني قويه شويه من بعد الخبر اللي غنقول لك. انتي حامله وعندك 15 يوم، خاصك تكيسي على راسك شويه. عينيا تحلوا على قدهم. شنو؟ حامله؟ كيفاش انا حامله؟ يا ربي شنو درت باش يطرا فيا هادشي كله؟
ما قدرتش نحبس دموعي وبديت كنبكي بحرقه، وماما مسكينه عنقاتني وبدات كتبكي، والطبيب تاثر ولا كيقول غير لا حول ولا قوه الا بالله. ياسمين ما خاصكش تبقاي تبكي، دابا انتي في اول مراحل الحمل، وابسط حاجه تقدر دير لك الاجهاض حيت صحتك ضعيفه شويه، ولكن شكون قدر يحبس دموعه؟ اشنو ندير دابا؟ كلشي جا دقه وحده، خدمتي مشات، حب حياتي تخلى عليا، تغتصبت وكليت قتله ديال العصا، وفوق هادشي كامل حامله. لا لا، انا ما يمكنش نخليه في كرشي، غنحيدو. ولكن هو ما عنده حتى ذنب في هادشي. رجعت بيا الذاكره للور فاش كنت كنبكي ملي بابا تخلى علينا وجاتني ازمه، وشحال كنت كنبكي فاش كنشوف شي راجل شاد يد بنته. وعاود فكرت امين فاش كان كيحط يدو على كرشو كيقول لي هنا فين غيكبر ولدنا، ولدي انا وياك حياتي. كنا غنديرو العقد قبل، ولكن هو اختار نديروه مع العرس. توحشتو بزاف. فجأة طاحت ليا صورة داك الحيوان في بالي، فاش كان كيقول للقاضي انا باغي نتزوجها سيادة القاضي. بهاد البساطة، نغتصب او نقتل او نحمل وتحل بالزواج. دماغي غينفجر بالتفكير، ما بقيت عارفة ما ندير. خرج ليا الطبيب شي مسكنات ووصاني باش نتكايس على راسي ونرتاح، ولكن واش بصح غنرتاح من بعد هادشي اللي طرا فيا؟ محال نشوف الراحة من بعد اليوم. ولكن علاش انا؟ هو اللي ما غيشوفهاش، وحياة هاد الولد اللي في كرشي واللي ما عنده حتى ذنب مسكين. الا خليتك ترتاح غنوريك الويل ونعلمك تكرفس على بنات الناس. رجعت لدارنا وغير حطيت راسي نعست. عمري كنت هكا ولا عمري تخيلت راسي نوصل لهاد الشي. كنت مخططه لمستقبلي، كنت غنكون الزوجه الوفيه لراجلها، الحبيب ديالي امين اللي غنبدا ندفن الحب ديالو في قلبي من اليوم. انا ما كنلوموش حيت خلاني لحقاش ما يمكنش يبقى يشوف وحده تغتصبات وهازه ولد في كرشها. دوزت معاه احلى لحظات في حياتي. كنت البنت اللي كلها حيويه ونشاط. خاصني كل صباح نخرج نجري انا وامين على شط البحر. علمني شي حوايج الميكانيك حيت كان ميكانيكي محترف وعنده محل كبير. كنت كنقول ليه انا ما نتزوجش بك حيت غتولي تجيني كلك عامر بلا كريس، وكان كيقول لي ولدنا على هذا الحساب غيكون كحل. غير الضحكه ما كانش كتفارق وجهي. اما دابا خداو بلاصتهم دموعي. ما عنديش شي ذكرى ما فيهاش امين. امين، يا ربي تصبرني على فراقه. في الغد مشينا للمحكمه باش نكملوا القضيه. جلست كنتسنى نوبتي وهو يجي، وكان في يدو ولد زوين بزاف وكيشبه لي شويه. يمكن ولدو من شي بنت اخرى حيت بحال هاد الاشكال سهل عليهم كلشي، وسهل عليهم هاد الشي. وكانت معاه مرا شويه كبيره ولابسه زوين باينه ماماه. وكنشوفو كنخنزر. جلسو في الكراسه قدامي وجلس داك الولد فوق رجلو، والولد حاط راسو على صدر داك المسخ، والمرا شاده ليه في يدو وكتواسيه بحال الا هو مسكين وانا اللي ظالماه. المرا غير شافتني وشافت وجهي اللي بحال اللوحه التشكيليه، شهقت وخرجت عينيها وحطات يديها على فمها. انا واخا استغربت من داك المنظر ما بينش، ودورت وجهي وربعت يديا عندي. شويه بانت ليا ناض وجايه جهتي حتى خرج واحد وعيط لينا: ياسمين البشيري، امير المتقي. بف قالك سميتو امير. استغليت الفرصه ودخلت للقاعه قبل ما تجي عندي. وقفت وهو وقف مقابل معايا. اليوم غنعرف علاش دار فيا هاد الحاله. امير المتقي، انت متهم بالضرب والاغتصاب المجني عليها ياسمين البشيري، حيت كتوصل العقوبه ديالها ما بين عامين حتى ل5 سنين. شنو كتقول بالنسبه للمنسوب اليك؟ قالوا امير كلشي بصح، انا كنعترف بلي هادشي درتو. من غير ما نفكر قلت ليه علاش. دار شاف فيا بحال اللي ما كانش متوقع نسولو انا. حضر راسو ورمى عينيه للارض بحال اللي كيقلب على الجواب. عاود هز راسو وبدا كيحرك راسو بحال اللي كيقول لي ماشي دابا. طلعت ليا القردة لراسي وبديت كنغوت: علاش درتي فيا هكا؟ دوي علاش درتي هكا؟ القاضي بدا كيضرب وكيهدأ في الوضع: هدوء الانسه ياسمين. امير اعترف بالافعال المنسوبه ليه واقترح عليك الزواج. انت اللي بدك القرار، اما تدخليه الحبس او تقبلي الزواج او يتم الاعفاء عليه. درت شفت فيه عينيه مغرغرين ما كيبينوش باللي هو يقدر يدير هاد الفعله، ودايره بعينيه الهالات السوداء بحال الا ما ناعش شحال هادي. تفكرت امين، تفكرت الحادثه، تفكرت الولد اللي في كرشي، تفكرت وتفكرت وتفكرت، وفي الاخير نطقتها: موافقه نتزوج بيه. غمض عينيه وحضر راسو للارض وابتسم ابتسامه خفيفه. والقاضي نطق بالحكم. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم أمير المتقي بالإفراج والزواج بالمدعى عليها ياسمين البشيري لمدة سنة كاملة. ملي نطق القاضي بالحكم ندمت ندم شديد، بغيتو يتشد ولكن صافي فات الفوت.
دابا غنستحمل نعيش معاه عام كامل؟ قال لينا القاضي باللي من بعد 15 يوم نرجعوا نتزوجوا. خرجت وانا كنعرج عند ماما اللي عنقاتني مسكينه، وهو ملي خرجت تلاح عليه داك الولد بالتعنيقه، ومو حتى هي ومشاو. المهم هاد 15 يوم دوزتها حالتي مع البديه ديال الحمل، كل مره دايخه والردان والفرحه والو، ووجهي بدا كيصفى شويه من دوك الكدمات اللي خلى ليا داك المتوحش. ولكن علاش ما بغاش يقول لي شنو السبب اللي خلاه يدير فيا هكا؟ اليوم غنمشي ندفن راسي وانا حيه، ما كنحس بوالو من غير الكره اللي غادي وكيتزاد. اليوم غنتزوج. شحال زوينه تقولها بالفم، او شحال خايبه تحس بها. كان غيكون احلى نهار في حياتي مع حبيبي اللي عشت حياتي كامله معاه. كنت كل حاجه كنديرها انا وياه. كيفاش قدر يتخلى عليا بهاد الطريقه؟ فين مشى الحب اللي كان بيناتنا؟ دوك الشوفات اللي كان كيدير فيا ملي كنكونوا خارجين ولابسه زوين وكيشد في يدي وكيقول لي كل نهار كتزيدي تزياني. عمرني شفت شي واحد من غيره ولا حتى فكرت نديرها. كنت الامين بوحدو. كيفاش قدر يخليني نكون لواحد اخر؟ لبست الكحل في الكحل، وجمعت شعري على شكل كعكه، ودرت نضاضر على قبل هاد العينين اللي ولات فيهم دايره بهم الزروقيه. دابا عندي شهر ديال الحمل، ولكن مازال كرشي ما بانت، وهذه احسن حاجه. وصلت هاد المره بوحدي، ما مشاتش معايا ماما. دخلت مع المحكمه كيبان ليا لابس كوستيم في النوار ومقاد راسو بحال العريس ديال بصح. ضغطت على سناني وجمعت يدي على شكل قبضه ومشيت ريحت. والمفاجاه هي ملي جا عندي داك الولد الصغير اللي كيكون معاه. جاو تكون عنده ديك 4 سنين. قرب لوجهي وبدا كيقيس فيه بشويه. انا تصدمت، ما عرفت ما ندير. من غير بقيت غير جالسه. حيد ليا النضاضر وحنا راسو جنب بحالي لا باغي يقرا ليا الملامح ديال وجهي. دوز يدو على عينيا، نيفي فمي، او وعاود رجع لجبهتي. وحيت كاينه كدمه مازال ما برات، توعدت وقفزت حتى هو قفز وجمع يديه وتم راجع ومشى. ودا معاه نضاضر ومشى عند امين. مشى عند امير، لقيته مصدوم، ما فهمت والو. شويه عيطوا لينا، خلى الولد مع ماماه اللي فين ما تشوفني تبقى تحسر. دخلنا وهاد المره وقفنا حدا بعضياتنا بلا ما نطول عليكم ونقول لكم الهضره ديال القاضي. المهم قال لي واش انت موافق تزوج ياسمين البشيري؟ وافق دغيا. قال لي ياسمين البشيري كتوافقي تزوجي بامير المتقي من دون ضغط ولا اكراه عليك؟ بقيت ساكته وقلبي بدا كيضرب. حسيت بنفسي كتمشي وتخنقت عيني غرغرو. داز شريط حياتي مع امين بحال غنموت. هزيت عيني للقاضي ودموعي على طرف عيني وهو كيقول لي دوي يا بنتي دوي. قلت له من بعد قال لي شنو هما شروطك بنتي؟ اول حاجه طاحت في بالي هي نطلق من بعد هاد السنه. قلتها للقاضي وكتبوها في العقد. حسيت باللي القاضي واقف معايا. من بعد طلب منا القاضي نسنيو على الوراق. من بعد ما سنيت رجليا فشلوا عليا وكنت غنطيح وهو يشدني. قلت له طلق مني ما تمسنيش. وجلست للارض وبديت كنبكي بحال الا مات ليا شي واحد عزيز عليا. كان راسي اللي مات. نوضني الكاتبه اللي مع القاضي وجلساتني وعطاتني قرعه الماء نشرب. هزيت راسي اللي ولا كله دموع، لقيتو جالس وشاد راسو. من بعد قال لينا القاضي باش غدا نجيو ناخدو العقد. شدات بيديا الكاتبه وخرجاتني وكملت انا، وهو خرج عند مو داك الولد. تميت غدا وكنمسح في دموعي وشاده دراعيني بيديا حتى حسيت بالبرد. شويه سمعت شي مرا كتعيط عليا. درت لقيتها مو. قالت لي بنتي ياسمين انتي ما غتقديش تمشي، خلينا نوصلوك معانا. قلت لها لا، نقدر نمشي بوحدي. قالت لي يا بنتي انتي غدا غادي نمشي معانا للدار، حيت هادشي اللي حكم به القاضي. خاصنا نعرفو داركم فين جات، وخاصك تجمعي حوايجك. ما عرفت ما ندير، ووافقت باش يمشيو يشوفوا دارنا فين جات. ولكن طلبت من مو باش تقول ليه ما يهضرش معايا. تمينا غاديين باينه فيهم لاباس عليهم. داكشي علاش كيدير هكا. ولكن شنو كان كيدير في ديك البلاصه؟ تما كاين غير الاحياء الشعبيه. المهم ماما حلات ليا الباب اللي حداه، وانا نحرك ليها راسي بالله، ومشيت حليت الباب اللور. جلست حدا الباب وبقيت كنشوف في الزاج وجلسو حدايا الولد. المهم الطريق كامله ودموعي دايزين وما دايراش الحس. حتى وصلنا وريت لماما الطريق قبل ما نركب. نزلت ما قلت والو وتميت غاديه وهي تعيط ليا ماما. وقفت وهي تجي عندي. قالت لي بنتي غدا مع 9 غادي نطرقوك باش تمشي للمحكمه ومن تما لدارك الجديده. حركت راسي ومشيت. طلعت للدار وكنحس بعظامي تقال عليا. دخلت لبيتي بلا ما نهضر مع ماما ونعست. ما فقت حتى ل9 ديال الليل. لقيت ماما مطيبه العشاء
مصاوبه البيتزا وشي طاغط، الاكلات المفضله ديالي، ولكن ريحتهم جاتني خانزه هاد المره. كليت غير صالاد صافي. من بعد جمعت الدنيا وغسلت المواعن وجلست نهضر مع ماما. عاودت لي هذاك الشيء اللي طرا في المحكمه والهضره اللي قالت لي ماما امير. مسكينه بقى فيها الحال، حيت غنبعد عليها. صافي سخيتي بيا. قالت لي وهذه هي سنه الحياه بنتي، غير دي البال راسك. وحتى انا كيبان لي داك الولد ظريف، غير ما عرفتش كيفاش دار هاد الفعله. قلت لها ماما هذاك راه ديب في الباس خروف، ولكن حياته غتولي جحيم. المهم عنقت ماما ومشيت نجمع حوايجي. دابا 58 ديال الصباح. بقات 10 دقائق وغنبدا حياة جديدة. غنوريه اللي ما عمرو شافو. غنوريك اللي عمرك شتيها سي امير المتقي. هزيت باليستي وودعت ماما ودارنا اللي كانت كتشهد على حبي انا وامير. سمعت الكلاكسون ديال الطوموبيل، هزات لي ماما باليستي حيت ثقيله، خافت عليا. هبطتها وحنا نلقاوهم واقفين. ماما خرجات وجات سلمت علينا. جرت ماما وبقاو كيهضروا بيناتهم. باينه ماما كتوصيها عليا. اما هو جاهز الفاليزه ومشى حطها في الطوموبيل، وانا غير كنخنزر فيه وما كرهتش ناكلو بسناني. جات عندي ماما وام امير ودعاتني، وانا بقيت كنبكي ونعنق فيها بالجهد بحال الا غاديين يخطفوني منها. وماما امير بقات كدوز ليا على ظهري بيديها بحال الا كتواسيني. هاد السيده شحال ظريفه، ولكن ما ربات ما والو. داتني ومشات للمحكمه. انا ما خرجتش، هو اللي مشى يجيب العقد وجابو شدينا الطريق. انا ما ديتها في والو، بقيت غير مقابله الطريق حتى دخلنا وسط الفيلات. وهو يوقف قدام واحد الفيلا، حل الباب ودخلنا مع الجرده الكبيره زوينه بزاف. هبطنا وهو يحل الباب، وخرجت منه واحد البنت زوينه تكون قدي في العمر، شعرها طويل وزعر وبين وهي بيضه ولابسه لبس قصير. جات كتجري وتلاحت على امير عنقاتو. انا ضحكت بسخريه على المنظر ودورت وجهي كنشوف الجرده. شويه ديك البنت عيطات ليا ياسمين شكرا بزاف والله خيرك ما يتنساش. استغربت وبقيت غير كنشوف فيها. بدات ليا يديها باش تسلب عليا. قالت لي انا ليلى اخت امير. مديت ليها يدي وما نطقت بوالو، وهو غير مقابلنا. حيت يدي وشفت في ماما امير وهي فهماتني باللي باغا ندخل. دخلتني وديك الفيلا كبيره بزاف وزوينه واثاثها تقليدي كيحمق. طلعنا في الدروج ومشينا للبيت في الطرف، بابو كبير من البيبان الاخرين. ملي تحل الباب اول حاجه شفت هي صوره امير معنق واحد البنت، باينه اللعمه باللي حبيبته. عرفت باللي هذه الغرفه ديال امير. رجعت اللور. قلت لي يا خالتي انا مستحيل نجلس معاه في بيت واحد. الا قبلت نعيش عام كامل هنايا ما كيعنيش غنبقاو بزوج بلاصه وحده. قالت لي ولكن بنتي حنا راه ما وجدناش ليك الغرفه ديالك، قلنا غتجلسي معاه. شفت فيها شوفه كتعني باللي بلا ما تعاود الهضره صافي. تنهدات وقالت لي اجي معايا نديك البيت ليلى، هي غتوجد لينا وحده اخرى. مشيت مرفضتش حيت كنت عيانه وباغا غير نتكا نرتاح. دخلنا للبيت وكان زوين ومقاد ويدير من بيتي جوج وفيه تصور ليلى على الحيط. قالت لي استرحي دابا راكي عيانه، غير يوجد الغدا نعيط لكم. خرجت وسدات الباب، وراها انا طاح عليا الضيم وتكيت فوق الناموسيه وبديت كنبكي حتى داني النعاس. ما عرفتش شحال الساعه دابا ولكن الظلام طاح. نضت ومشيت للسرج من نيشان. كان منظر زوين بزاف كيطلع للمدينه كلها، ضوا الطوموبيلات والموبلات الاخرين. ارتحيت بزاف. شويه سمعت الدقان. قلت دخل وهو يتحل الباب بشويه. او غير ليلى نقدر ندخل؟ حركت راسي باه وهي تدخل وجات عندي. قالت لي المنظر زوين ياك؟ ملي كنكون مقلقه كنجلس وكنبقى نشوف في الناس غاديين وجايين والطوموبيلات خصوصا بالليل حيت كنقدر نشوفهم وهما لا. فيك الجوع؟ بغيت نقول ليها لا ولكن حسيت بكرشي ضراتني حيت ما كليت والو من الصباح. قالت لي يلا معايا للمطبخ نشوفوا شي حاجه ناكلوها. حتى انا ضرني الجوع. خرجنا ومشينا للكوزينه وهي تبدا تسخن في الميكروويف وتحط حتى عمرت الطبله وجلسنا ناكلو انا وياها. ودرت بحال اللي راه عمري كليت النعمه. بديت كناكل بشراهه حتى ليلى بدات كضحك. المهم شبعت الحمد لله وانا نسولها. قلت لها علاش خوك دار فيا هاد الحاله وتكوني عارفه. دغيا تمحات ديك الابتسامه على وجهها وبدات كدور في راسها. قلت لي ما بقاش فيك الجوع؟ انا غنوض نجمع الطبله. شديتها من يديها وجلستها. قلت لها عافاك قولي لي علاش خوك دار فيا هكا؟ نهدات. قالت لي واخا انا غنقول لك. خويا عنده شي صحابو تما وكانوا مخاصمين ومشى عندهم باش يتصالح معاهم وعرضوا عليه باش ياكل معاهم. وعلى حساب ما قال الطبيب ملي مشى يفحص راسو
داروا ليه المخدرات وبكميه زايده شويه اللي خلاتو جهل هكاك ولا بحال الوحش. وللاسف طحتي انتي بين يديه. حنا واخا نضلو نتاسفوا ليك ولا نشكرو فيك ما غنكفيكش حقك، ولكن تيقيني خويا حنين بزاف والله، وهو ما قبل يتزوج ولا يقيس حتى مرا من غير المرحومه مرتو. اذا المرا اللي في الصوره مرتو والولد ولدو حيت كيشبه لي بزاف. قلت لي هذاك الولد ولدو ياك؟ قالت لي شكون؟ اسامه، ولدو. مات ماما وهي كتولدو. امير كان غيتسطى حيت كان كيبغيها بزاف، وهو اللي تكلف باسامه. كان يبدل ليه البامبرز وحوايجو ويصاوب ليه البيبرون ويخرجوا معاه. حتى من خدمته كان كيديه ليها ما كيفرقوش، لدرجه ان اسامه دابا ما كيقبل يجي عند حتى واحد ولا يقرب لشي واحد من غير امير. وفي خبار كنتي كتشبهي ليها شويه، يمكن داكشي اللي خلى اسامه يقرب منك. المهم شكرت ليلى واعتذرت منها حيت خديت ليها غرفتها وطلعت نرتاح. حطيت راسي على المخده وبقيت كنفكر بزاف في الهضره اللي قالت لي ليلى. اللي فهمت هو ان امير ما عمرو كان غيمسني ولا نسمح ليه. طاح في بالي امين وتفكرت ملي كان شاد شعري ومجرجرني، وجهي اللي كانوا الناس كيهربوا مني. الولد اللي في كرشي مستحيل نقدر نسمح ليه. انا غنتقم منه حيت هو دمر لي حياتي. حسيت براسي مخنوقه وبغيت نشم شويه د الهوا. خرجت بشويه باش ما نديرش الحس حيت كان الثقيل وما بغيت نفيق حتى واحد. بغيت نخرج للجرده شويه، حليت الباب وبقيت غادا وانا نتصادح مع امير، وحيت كان هاز كاس ديال الماء خوا عليه. كان لابس غير سروال تكبليه على صدرو، كان الجسم ديالو مرسوم والماء هابط عليه. هزيت راسي لقيت وجهو ممحي من الملامح، من غير عينيه بعدو عليا ومشى. حسيت بشي حاجه غريبه طاريه فيا، ما فهمت شنو هي. المهم كملت وخرجت برا. كانت الجرده منظر اخر بالليل، الضواو مزروعين في الارض ومنورين بالورد. حسيت بالراحه، بقيت كنتمشى فيها وهي تبان ليا جليسه صغيره. مشيت جلست تماك وتسرحت وبقيت مقابله نجوم. شويه كنشم ريحه الحوت مشوي بحال الا كنت كناكل مع البنات في المدينه. ولكن منين جايه لوحه يمكن تشهيتو بزاف، ولكن راه الليل هذا فين غنلقاه؟ شكون غيديني؟ قررت نقولها الليله وهي اللي غتكلف واللي ليها. دقيت على البيت اللي فيه ليلى حيت وراتو ليا الا احتاجيت شي حاجه. ياسمين، بغيتي شي حاجه؟ قلت لها في الصراحه انا مشهيه الحوت مشوي، كنت كناكلو مع البنات في المدينه، شنو ندير؟ قالت لي دابا كديري بحال الا كيتوحموا. قلت لها انا كنتوحم. لقيت عينيها خرجوا. قالت لي كيفاش؟ يلا تميت غاديه وهي تشدني من يدي. قالت لي تسنيني هنا راجعه ليك. مشات شويه وهي تجي وهي وامير وكيبان عليه الاحباط. قالت لي ياسمين، امير غيديك يقلب ليك على شي محل دابا. قلت لها يلا صافي ما كاين لاش. يلا غنمشي وهو يشد ليا دراعي وتم جارني برا. عييت ما نحيد ليه في دراعو وما قدرتش حتى دخلني في الطوموبيل ودار ليا الصمته ومشينا. ما كنهضروش والو وانا كيف العاده كنشوف في الزاج. قال لي شحال عندك دابا؟ هو اللي هضر. انا استغربت حيت ما كيهضرش معايا، كان صوته حنين وفيه رنه زوينه. سكت شحال عاد جاوبته. قلت له شهر. وهو يوقف ونزل، حل ليا الباب وحيد الصمته ونزلني. كنشم ريحه الحوت مشوي. واخيرا دخلنا لواحد المطعم راقي بزاف وخاوي. طبعا حتى وحده ما غتوحم على الحوت مشوي مع 2 ديال الليل. ولكن اللي ما تفهمش ليا انه جا دغيا بحال الا فايت ليه جاي هنا. جلسنا وهو اللي مشى جاب ليا الحوت بكل الانواع حتى عمر ليا الطابله وجلس. انا بغيت غير نخشي فمي وهو مقابل معايا وشاد كاس ديال القهوه في يدو كيشرب فيه. ما عرفتش شنو طرا ليا، حيدت ليه القهوه من يدو وبديت كنشربها. بدرت بحال شي حمقى. ميرا ريحتها كانت كتشهي. هو شاف فيا باستغراب شويه بدا كيضحك بالجهد. انا بقيت حاضيه وهو كيضحك. كانت عنده ضحكه زوينه وتقيبات ديال الزين. بقيت غير حاضيه ويلي انا مالي، هذا منظر وحده باغا تنتقم. علاش كنشوف فيه هكا؟ علاش ما بقاش كيبان ليا داك الوحش اللي دمر حياتي؟ خليته نط للطواليت نغسل يديا ونقد حوايجي. مسكين بالسيف ما يضحك، وجهي كله مجخلط. ملي خرجت ما لقيتوش في بلاصتو، خرجت برا ما لقيتوش. جاتني البكيه حيت انا ما هزيت لا صاكي ولا تليفوني ولا عارفه الدار فين جات. ما حسيتش براسي حتى وليت كنبكي بحال شي بنيته صغيره خلاها باباها. درت لقيتو ورايا. قال لي مالكي كتبكي شنو طاري؟ واش كرشك كضرك؟ قولي مالك. حسيت بالخوف في عينيه، مسحت دموعي وقلت ليه براسي لا. قال لي يلا نمشيو. فقت الصباح معطله حيت ما جانيش النعاس بالليل.
هبطت لقيت ام امير وليلى جالسين في الجرده. خرجت عندهم وجلست معاهم. قالت لي امها: نعستي مزيانه بنتي؟ قلت لها الحمد لله. قالت لي: ليلى شحال عندك دابا ديال الحمل؟ قلت لها: عندي شهر. قالت لي: يا الام اش غنقول لك بنتي، الله يجازيك على كل حاجه كديريها معانا، سمحتي لولدي وقبلتي تعيشي معاه. انا ما استحملتش هضرتها وبغيت ندخل حتى كنسمع الصداع، العساس مضارب مع شي واحد في الباب. لقيت ليلى سبقاتني ومشات كتجري للباب. شويه تمت جايه وهي والدري اللي منوض الصداع. ملي شفتو رجليا فشلو عليا. كان امين شافني وهو يوقف وانا غير شفتو ضربتها بجريه وحده وترميت في حضنه وبقيت كنبكي. ليلى تصدمات وبقات غير كتشوف. بقى كيقيس في وجهو ويبوس في راسي ويعنق فيا وانا غير كنبكي. شويه بان ليا امير واقف داير يديه في جيبو وشاد جورنال في يدو الاخرى ومخنزر. تم جاي عندنا وهو يضربو امين بكروشي وجلس بقى كيضرب فيه وانا كنغوت وليلى كتفك فيهم. ملي جيت نفك دفعني امين وطحت. امير ما فهمتش مالو لاح امين من فوق بو بالجهد وجا عندي كيقيس في كرشي. قال لي: ياسمين انتي بخير؟ ياك ما طرات لولدنا شي حاجه؟ هضرته كانت بالنسبه ليا بحال البنج خلاتني فقدت الوعي، ولكن كنسمع وكنحس بكلشي. حسيت بامير هزني وكيغوت على ليلى باش تعيط على الطبيب ودخلني للدار. شويه بديت كنرجع الوعي ديالي ونط لقيتو حدايا مسند راسو على راسي على دراعو ووجهو مضروب، واسامه جالس حدا رجليا وامين مربع يديه واقف. نط جلست وبقيت كنشوف فيهم ونفس الصوت الحنين كيطمئن عليا. حركت راسي بلي انا بخير. قلت لي ليلى: ياسمين واش هذا خوك؟ انا بقيت كنشوف في امين. حضرت راسي لتحت قلت لها: لا، كان خطيبي. هزيت عيني في امين لقيتو كيتسناني نكمل، ولكن صافي هادشي اللي كاين. قال ليها: انا ولد خالها وخطيبها، تربينا مع بعضياتنا ومن الصغر وهي ليا. الوقت اللي تعرضت فيه لداك الحادث انا كنت مسافر في الخدمه، وملي سمعتها جيت سايق في الجهد ودرت كسيده. داكشي علاش ما قدرتش نجي نشوفك يا ياسمين. 3 ايام وانا كوما، وغير السيمانه اللي فاتت خرجت من السبيطار. تصدمت من هاد الاخبار وكلشي تخلط عليا. ما بقيت عارفه لا شنو ندير ولا شنو باغا. جرني امين من يديا باش ينديني معاه، ولكن امير شدو من يدو وجرني موراه. قال له: سيدي هذه مرتي وموت ولدي، داكشي علاش كنطلب منك تخرج بكل احترام. شاف فيا امين شحال. قال لي: ياسمين. شديت في القميجه ديال الامير وزيرت عليها حتى دار عندي. قال لي: ما تخافيش انا معاك. امين شاف حتى عيا وخرج في حاله. انا شنو كندير؟ شنو كيطرا فيا؟ علاش كنتعامل مع امير هكا وهو اللي دار فيا ماشي قليل؟ طلقت من القميجه وطلعت لبيتي وبقيت كنبكي حتى عييت ونعست. ضرباتني الفيقه مع 4 ديال العشيه. ريحه الحليب والقهوه معطره. نزلت لقيت العائله مجموعه على الكوتيه. مشى امير وبقيت غير انا وليلى وماماه. حتى انا اسامه داه معاه. وليت كنحس بالفراغ بحال شي حاجه ناقصاني. وبدات ديك الشهيه ديال الماكله كتمشي وكرشي غدا وكتكبر. وليت صفرا وشعري خفاف وطبعي ولا حاد والبكي على سبه. بغات تخرج. داز شهر وامير كيعيط لماماه وليلى وانا ما كيهضرنيش. يمكن خايف لما نبغيش، ولكن انا باغا نسمع صوتو. اوف مليت. قررت ندور شويه في الفيلا. بقيت داخله من الغرفه لغرفه والبلاصه لبلاصه. وصلت لواحد الغرفه ما بغاتش تحل ليا. عييت فيها والو ما بغات. جاني الفضول باش نعرف شنو فيها. ليلى حشومه عليك خلعتيني. قالت لي: مالكي؟ غير جيت نشوفك. قلت لها: اختي طيرتيها مني خلعه. شنو كاين في هاد الغرفه ما بغاتش تحل؟ قالت لي: اختي هاد الغرفه منعنا امير حتى ندوزو من حداها. شنو فيها هو الوحيد اللي عارف، وحتى من الساروت كيبقى ديما معاه. ويلا نحيدو من هنا. دازت شهر ونص. اليوم غيجي امير. قلبي مكروز عليا وبغيت غير بغيت غير امتى نشوفو. لبست كسيوه جديده كنت قديتها بكارت اللي عطاني. خرجت درت شوبينغ انا وليلى بيضه وطويله، ولبست وطلقت شعري وجلست في بيتي كنتسناه يجي. شويه كنسمع صوت طوموبيل طونط بالزربه وخرجت لعندهم. وقفت قدام الباب. وسام خرج من الطوموبيل وجا كيجري عندي عنقني. وامير بقى كيبتسم من الوضع اللي ولات فيه علاقتي مع اسامه. عنق ماما وليلى وجا عندي مد ليا يدو، ولكن انا ما تحكمتش في راسي وعنقته. ما عرفتش منين جاتني الجرأة حتى درت هكا. ولكن الغريب في الامر انه ما عنقنيش. ما حسيتش بيديه في ظهري. داكشي علاش قلت ليه اسمح ليا ودخلت طلعت لبيتي. حسيت براسي ما عندي قيمه وندمت علاش ما مشيتش مع امين. شاد الحاله وصلت ليها. شربت دوايه وتكيت. كنحزر في النعاس لا بغا يجيني. شويه كنسمع الدقان في الباب. قلت دخل وانا مازال عاطيه ظهري للباب. سمعت الباب تحل. قال لي: احم احم ياسمين.
أنا جبت لك شي حاجات معايا. صوته كان حنين بزاف، لي سمعو يقول ما عندوش 27 عام، يعطيه 17 عام. ما هدرتش وبقيت كيف ما أنا حتى سمعت الباب تسد. نضت وأنا نلقى بزاف ديال الميكات فيهم الشكلاط والحلويات وكاع داكشي اللي كيعجبني، ولقيت بيناتهم صبيبيط ديال الوليدات الصغار بيض كيحمق بزاف. هادشي كيبين بلي هو كيفكر في ولدي اللي جاي. ترسمات ابتسامة خفيفة على وجهي وخرجت باش نشكرو، ما لقيتوش لتحت، يمكن هو في بيتو. طلعت لقيت الباب مفتوح شويه، دقيت بشويه وحليت، بان ليا حط صوره من يدو ومسح عينيه، كان كيبكي يمكن. اسمح ليا، غير جيت باش نقول لك شكرا. دار ابتسامه زوينه رسم بها دوك الحفيرات الزين وقال لي العفو، وعاود دار للشرجم وخشى يديه في جيابو. قال لي اليوم موعد الطبيب. قلت له انا متحمسه بزاف باش نعرف شنو عندي، واش ولد ولا بنت. مشيت انا وامير لعند الطبيب واستغربت حيت لقيت الطبيب كيعرفو. اهلا سي امير، عاش من شافك، اش خبر اسامه؟ قال له امير الحمد لله دكتور. نفس الفحوص ياك؟ قال له دكتور نفسهم، باقي عاقل عليهم؟ قال له امير ما نقدرش ننسى بحال هادشي. انا كنت بحال البهله حاله فمي، خدا الدم مني ومنه ودخلنا باش يدير لينا الايكو ونعرفوا جنس الجنين. الطبيب قال له هانتي هو القلب ها هو كيف كيتحرك ورجليه حتى هما ها هما يديه. انا متبعه وامير عينيه ما حيداش من التلفازه غير مقابلها. قال له امير يعني هو ولد؟ قال له الطبيب لا بنت، حيت ما وضحاش مزيان. الولد في هذا الوقت كيكون باين مزيان. لقيت امير ابتسم ابتسامه كبيره وبقى كيقول بنت بنتي. انا كنت فرحانه حيت حتى هو فرحان، وغتولي عندنا بنت. رجعنا للدار وكنت غير مقابلاه وهو بقى فرحان ومبتسم. المهم ولات علاقتنا مزيانه، بديت كنسى داكشي اللي دار، كرشي ولات كتكبر اكثر وهو ولا كيضحك معايا، واسامه هو ولا كيبغيني. وصلت لبعض المرات كيبات معايا. واحد المره بان ليا امير خارج كيجري تعطل على الخدمه وطاحوا ليه شي سوارت، وحيت ما كنقدرش نجري ما قدرتش نوصلهم عليه. درتهم في جيبي وتميت طالعه لبيتي، حتى طاحت في بالي الغرفه المسدوده، يمكن شي ساريت من هادو غيحلها. مشيت بشويه ليا باش ما تسمعنيش ليلى وتمنعني. وصلت ليها، جربت السوارت وما بغاوش يتحلوا. اوف، درت هاد الشي غير هكاك. يلا غنمشي، كتبان ليا شي حاجه كتبري في محبق صغير كاين حدا الغرفه. قربت ليها لقيتها ساروت، حليت بيه الغرفه وهو يتحل. اوف، كله غبره. دخلت وسديت الباب وشلت الضو، حيت كاينين السراج مسدودين. لقيتو بيت نعاس كله غبره، يعني باينه فيه بلي كتر من 3 سنين ما تحل. كاين فيه ماريو كبير، مشيت حليت وانا نلقى فيه بزاف ديال اللبس ديال العيالات، ولكن فايت الموضه، داكشي ديال 5 سنين تقريبا. واحد الطبقه فيها كسيوات ديال الحمل زوينين عجبوني، وشي اكسسوارات هزيتهم باش نلبسهم بلاص ما نشري وحدين اخرين. سديت الغرفه وحطيت الساروت فين كان. طلعت لبيتي نيشان وبديت كنقيس في دوك اللبيسات، وحده فيهم جاتني زوينه، كانت عباره عن كسيوه سميطات كحله مشدوده من الصدر وكلها مفرفره حد الركبه. طلقت شعري ودرت بوندو واحد الخاتم، وسط الاكسسوارات رقيق وحجيرات صغار، وخرجت باش نوريها لليلى. حتى لقيت امير لتحت، ملي دار شافني تصدم وبقى واقف، وكان هاز الشكاره في يديه. طيحها وبقى مقابلني. هضرت مع ليلى، قلت لها ليلى هاد الحوايج، قال لي انتي شنو؟ شكون قال لك تدخلي للغرفه؟ واش لحقك لهاد الحوايج؟ ما متشاورتي؟ يلا نطقي. شدني من دراعي وورك عليا حتى توعدت وعيني غرغرو. قال لي انتي اكبر غلطه درت في حياتي، والغلطه الاكبر نهار عدت عليك الزواج، حيت اللهم الحبس ولا العيشه معاك. تصدمت وبقيت غير كنشوف والدموع سايلين من عينيا. دازت هاد ال5 شهور اللي دوزت معاه في لحظه. تفكرت نهار مسح ليا فمي، نهار قاس كرشي وخاف عليا، ونهار شفت الفرحه في عينيه ملي عرف عندنا بنت. والنية تصمكو، ما بقيتش كنسمع شنو كيقول. ورجع ليا داكشي اللي دار فيا. نطرت يدي منه وطلعت لبيتي، بدلت حوايجي وجمعت الشيا اخر في باليستي، وبديت كنجرجر فيها باش نمشي. بديت نهبطها وهو ما كاينش، كاينه غير ليلى وماماه. قلت لي ليلى يسمين عليه الشيطان، فين غادا؟ راه غير معصب، هو ما كيبغيش لي يدخل ليه لداك الغرفه، وحضرتك قبل. عافاك لما ديري عقلك. والو، ما قدرتش تحبسني، درت اللي في راسي وخرجت حتى من الشيفور، ما خليتوش يوصلني. بقيت جاره باليستي وكرشي قدامي وكنبكي، حتى خرجت للشانطي وشديت الطاكسي داني لدارنا. طريق كامله وانا كنتفكر الكلمه اللي قال ليا: انتي اكبر غلطه درت في حياتي. شافتني ماما تخلعات حيت جيت حالتي، ترميت في حضنها وبقيت كنبكي.
درت أكبر غلطة ملي سمحت ليه. طلعت ونعست على رجل ماما وأنا كنتخصص، ما فقت حتى الصباح. فقت راسي ضارني، ما قدرتش نتحرك من بلاصتي، وغير تفكرت شنو طرا بقيت كنبكي. سمعت دقان في البيت ديالي وهي تدخل ماما، قالت لي ياسمين حبيبه، امير جاي يشوفك. قلت لها ما بغيتش نشوفوها ماما، بغيت ننعس. سدات البيت وانا كملت بكايه حتى سمعت الدقان عاوتاني. قلت لها ماما قلت لك ما بغيتش نشوف حد. تحل الباب ودخل الامير. قلت لي عافاك، خرج في حالك، انا باغا ننعس. سد الباب وجا جلس حدايا. قال لي ياسمين، نورة كانت كتقرا معايا في كلية التجارة وكنت كنبغيها بزاف بأخلاقها. كانت أقرب صديقة ليا وكانت عندها واحد الضحكة كتحمق، ولكن كانت فقيرة، هادشي اللي ما خلاش الأب ديالي يوافق على زواجي منها. داكشي علاش تخليت على كل ممتلكاتي وتزوجتها، وكنت خدام غير على قد الحال، وحتى هي عمرها ما تشكات من شي حاجة وكانت صابرة معايا. ملي مرض الأب ديالي عيط لينا نعيشو معاه وطلب منا السماحة، ومات الله يرحمه وتكلفت بالشركة. وفي الحمل ديالها كان عليها خطر ونصحها الطبيب بالإجهاض، ولكن هي اختارت تولد أسامة. هادشي دارتو تخبي عليا. ملي مات حسيت براسي ما عندي حتى أهمية في هاد الدنيا، ولكن لقيت بلي طرف منها قدامي، واختاريت نعتني بيه أنا بنفسي. جمعت كل شي كيتعلق بيها وحطيته في البيت ديال النعاس ديالنا، وسديته ومنعت أي واحد يقرب منه ولا يلمس أغراضها. حتى جيتي انتي ودخلتي ليه ولبستي الكسوة اللي كانت لابسة قبل ما تموت. كنت كنشوفها هي نازلة مع الدروج حتى قربتي مني. ما عرفتش شنو طرا فيا حتى درت هكاك. والله ياسمين سمحي لي، ما قصدتش نغوت عليك. قلت ليه نسمح ليك؟ علاش نسمح ليك؟ ما قدكش داكشي اللي سمحت لك عليه. ضربتيني، اغتصبتيني، حملتيني وخرجتي لي على مستقبلي، وفرقتيني على اكثر انسان بغيتو في حياتي وسمحت ليك. وشوف الغلط اللي درت، شوف الغلط اللي درت انا وباش عاقبتيني. ما حاولتيش حتى تمنعني ما نمشيش، وما غنسمحش ليك، فهمتي؟ ودابا خرج عليا في حالك. بان ليا ولا احمر وعينيه مغرغرين. خرج وانا بديت كنبكي حتى كنحس بكرشي ضراتني، يمكن كنضرها. داكشي علاش قررت ننعس وانا متاكده من حاجه وحده، اني كنبغي امير. فيقني الدقان في الباب، ما بغيتش نوض حيت عارفه ماما غتحل، ولكن الدقان طول، اذا ماما ما كايناش. نط وانا شاده في كرشي. حليت الباب وانا نلقى امير هاز باليستو كيضحك. ما فهمت والو، بقيت غير مسمره في الباب. قال لي غتخليني واقف في الباب بزاف؟ بعدت على الباب وخليته دخل وانا باقا حاله غا فمي وما فاهمه والو. قلت له واش جابك وشنو هاد الباليزه؟ قال لي المهم انا شديت كونجي وجيت ندوزو هنايا. قلت له كتفلى ياك؟ شنو جابك امير؟ قال لي انا غنبقى جالس هنايا حتى تسمحي ليا، وماما كراها مشات تقابل اسامه، قولي تبادلنا الادوار انا وياها. قلت له مع من تشاورتي؟ قال لي بزز منك غتوافقي، يلا حيدي عليا من هنا، باغي نقضي شي شغال. اويلي هذا مالو تسطى. مشيت دخلت لبيتي حتى كنسمع الروينه في الكوزينه. مشيت نشوف شنو كاين. امير لابس طابليه ديال الشقه ومعمر كاع المواعن والدنيا. قلت له ويليش هاد الحاله، اش درتي في الكوزينه؟ تقول بوطه وانفجرت فيها. قال لي شتي انتي نكرت الخير، انا كنطيب لك ما تاكلي وانتي كتغوتي عليا. اجي بعدايك قلت لك حيدي من هنايا، يلا سيري لبيتك. بدا كيدفعني باش نخرج من الكوزينه. مشيت جلست في بيتي وانا كنفكر اش كيدير هاد الويل. دازت شي ساعه بحال هكاك وهو يبدا يعيط عليا، كنشم ريحه داكشي بنين. ملي خرجت لقيتو دوموند ديال KFC. قال لي ما صدقاتش ليا حتى حاجه، قلت نطلبوا ما ناكلو. انا بديت كنضحك حتى سخفت بالضحك، وهو ربع يديه وكيشوف فيا وهو مبتسم. قال لي كتباني زوينه وانتي ضاحكه. جمعتها في ساعتها ودرت نشوف الكوزينه، لقيتو جمعها وكتشعل بالنقا. جلسنا كلينا وهو كياكل وكيشوف فيا حتى برزطني. كملنا وبديت كنجمع في الطبله وهو يشد ليا يدي. قال لي بلا ما تعذبي راسك، انا غنجمعها. نطرت يدو دغيا حيت اول مره يشدها. حسيت بقلبي كيضرب ونط بالزربه دخلت لبيتي. في الصباح فقت على صوتو وهو كيهضر في التليفون وكيغوت. خرجت وانا لابسه غير شورت قصير وبودي طويل شويه. قلت له شنو مالك، علاش كتغوت؟ دار شافني وهو يطلعني وهبطني وبدا كيبتسم. قال لي كتباني زوينه بحوايج النعاس. انا تزنقت وليت حمراء وبديت كنهبط في البودي على فخادي. ويلا غندور نهرب وهو يشدني من يدي وقربني ليه حتى وليت كنحس بانفاسو في وجهي، وبدا كيشوف في عينيا. كاع الوان الطيف دازو في وجهي، وهو يهبط يديه لخصري وقربني كتر وكتر. وكون ما كرشي كون وليت في صدرو. حطيت يدي على دراعاتو وكان بعد فيه والو حتى طلقني وبدا كيضحك. المهم داز الوقت وهو يبان ليا مسكين خدام على اللابطوب وباينه خدمه مهمه.
طاحت في بالي فكرة زوينة. خليته تدخل الكوزينة وانا نكفح الماء على اللابتوب، ومشيت كنجري وكنتسناه يبدا يغوت. او لا لا تفو، مسكين شحال بقى فيا. جا كيدق على الباب، نط حليت وانا ما قادراش نحبس الضحكه، غير شفت وجهو وانا نبدا نضحك. قال لي اذا انت مولات الفعله. قلت له انا لا، انا ما خرجتش من هنا. بدا كيقرب مني وانا كنبعد وهو كيقرب وانا كنبعد حتى تصاطحت مع الحيط وهو قدامي. قال لي دابا شنو هو احسن عقاب بالنسبه ليك على هاد الفعله؟ قلت له انا بعد مني. قال لي نبعد منك. كنفكر في بوسه كتكفير عن الذنب، شنو رايك؟ غير قال بوسه عينيا خرجوا، بغيت نهرب والله ما خلاني. بدا كيقرب مني كتر وكيهبط راسو عند وجهي، وبدا قريب بزاف وانا غمضت عينيا بالجهد ودورت وجهي. شويه بدا كيضحك، قال لي غناخدها ولكن بخاطرك. خرج وسد الباب وانا بقيت غير مصدومه، بقيت غير نعرف علاش كيدير هكا، وياك هو ما نساش مرتو. يا ربي ما فهمت والو، يمكن كيدير هكا غير باش يفقسني. دازت المده وهو غير كيدير ليا ديك الافعايل. ولات عندي 7 شهور وخصني نمشي نشوف الطبيب. دقيت عليه في البيت اللي خدا واللي هو ديال ماما، مي ما جاوبنيش. حليت الباب وانا نلقاه مازال ناعس. قربت منه، كان وجهه كيبان بحال الملاك، زوين بزاف، ولحيته ما مرطباش جاتو كتحمق. حطيت كف يدي على وجهه وبقيت كندوزها عليه وقصت قنانفو بصباعي وهو يحل عينو. نطرت يدي دغيا ووقفت. قلت له شوف، نوض يلا معايا لعند الطبيب، راه عندي موعد اليوم. ناض وبدا باغي يحيد حوايجو باش يبدل. قلت له ويلي مالك تسطيتي بلاتي نخرج؟ بدا كيضحك السافي الاخر. مشينا، هو ينعسني في الباياس كيف ديما، وجا داك المفروح كيهز ليا حوايجي بلاصه الطبيب. ضربته ليدو وغوبشت فيه هو يهدى. الطبيب بقى غير كيضحك، دار ليا التلفازه وهي تبان واضحه بنيتي الحبيبه، يديها ورجليها وجيه كتحمق. امير حط يدو على شعرو وبدا كيشوف بنتنا. وليت غير حاضيه وهو غير كيبتسم. عطاني الطبيب سيدي دليكو وبديت كنمسح في كرشي من داك البرودوي، وامير حيدو ليا من يدي وجلس وبدا كيمسح هو. وانا غير كنشوف، كنت كنحس بيه قريب مني بزاف وبديت كنولفو معايا. قال لي ياسمين. قلت له نعم. قال لي ما غاديش ناخد بوستي خلاص. وقطع عليا لحظه العاطفه بافعاله الصبيانيه اللي مجهلاني. مشينا للدار ودخلت لبيتي نيشان وضربتها بنعسه وحده. ملي فقت ما سمعتش حسو. خرجت ما لقيتوش بيتو. يلا غنخرج نشوفو في الكوزينه. لقيتو ورايا بفوطه صافي، شعرو سارد وهابط على عويناتو، وقطرات ديال الزين ديال الماء نازلين عليه. حضرت راسي وبغيت نمشي وهو يدير يدو على الباب. قال لي فين غادا؟ دخل الحمام بحال خروجو. اجي اش دخلك لبيتي ياك ما قررتي تعطيني بوسه؟ قلت له حيد من ديك البساله، بغيت نخرج بحالي. ما تحلمش نعطيك شي حاجه. حيد يدو ومشيت في حالي. جلست كناكل في بيتي حتى سمعت الدقان. دخل وهز شي حوايج في يديه. قال لي هادو ولاو ليك دابا تقدري تلبسيهم. قلت لهم وشنو اللي غير قرارك دابا؟ قال لي عمري فكرت في حياتي اني تقدر تدخل شي مرة لحياتي ولا قلبي من غير نورة، ولكن طرات من غير ما نحس. ياسمين انا كنبغيك. بقيت غير كنشوف فيه بحال ما سمعت والو، اولا ما متاكداش باللي سمعتها. قلت له شنو؟ قلت له شنو قلتي دابا؟ حط الحوايج فوق الكرسي وجا جلس حدايا في الناموسيه. قال لي قدرتي تدخلي لقلبي بتصرفاتك البريئه ملي كنتي كتوحمي. فهمت باللي كتسنايني نحميك ملي شديتي ليا في قميجتي وتخبيتي ورايا. ملي غوت عليك وخليتيني حسيت باللي شي حاجه ناقصاني. ما قدرتش نصبر وانتي بعيده عليا. داكشي علاش جيت وانا ناوي تسامحيني على ما درت. ملي كنا عند الطبيب عرفت باللي انتي غاليه عليا بزاف وكنبغيك بزاف. تكا حدايا في الناموسيه وهز البودي وحط يديه على كرشي وباسها وحط راسو عليها. وانا بالفرحه ما حاطانيش فوق الارض. شويه قفز مع قفزتي. حسيتي ضرباتني والله حتى حسيت بيها. قلت له علاه هي نايضه فين؟ قال لي راها في كرشي وعداتني. وانا بقيت كنضحك ونعسنا. نعست لاول مره بين يديه وكنعنقو بحال اللي غيمشي وغيخليني. وولد الحرام من فعال وما تهنى حتى خدا بوستو. تقادات اموري مع امير وقررت نسمح ليه على كل شيء. رجعنا للفيلا ولكن شرطت عليه باش نعيش في الغرفه اللي كانت مسدوده، واتفقنا باللي يسالي العام نتزوجوا بحال اول مره. امير نوض الكلب نوض. قال لي شنو مالك كاش كاين؟ دوي دغيا هضري كتولدي. تسنى بلاتي. وقف اجي بلاتي تنفسي بالجهد يلا اوف. الوالده جاو كيجريو وانا الوجع كيقطع فيا وكنعض في امير حتى كيغوت. خارج لابس الشورت وحفيان. قالك بغا يديني نولد. تخربق داك النهار وغير ليلى اللي لحت ليه التيشيرت، اما كان غادي عريان.
كسيره مره واحده، ما وقفت حتى للكلينيك. كسرت الدنيا وبغواتي وشانقه عليه، هو كيقول لي صبري صبري. دخل معايا وانا غير كنتوجع وكنعاير فيه، انت السبب الحمار الكلب، تفو تفو عليك ما كنحملكش. واخيرا ولدت بنيته كتحمق بالزين. الحمد لله صحتي كانت مزيانه لدرجه امير ولا كيضحك والدموع في عينيه، عطوني نرضعها. وهو على شعور. من هذا المنبر كنقول لكم تهلاو 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 في والديكم، والله يسمح لينا من الوالدين. ايوا مشات خبيستي من واد الواد، وانا ولات عندي اميره واسامه وزياد.